جونا ناس. هذول الناس جيت أنا من المدرسة. قال لي بابا اجلسي وصار نقرأ الفاتحة. المهم في الآخر لما قرأت الفاتحة وقلت الحمد لله، اكتشفت إنهم ما جاوا يطلبون إيدي ويخطبوني ولا ما عاد يتزوجوني ولا ما بعرف شي ورطوني، المهم وهقوني. أيوة، هل هذه الفاتحة محسوبة؟ عشان أنا بعدين يعني ترى أهلي ما يعرفون هذه السالفة اللي من هذا. بعدين هذا ولدهم عملت له بلوك. أيوة، رحت عند أبوي قلت له ترى ما يحكيني عملت له بلوك. هل هذه محسوبة علي؟ زواج الفاتحة هي محسوبة. أصلا أنا كنت قريت الفاتحة بس عشان أبوي قال لي اقرأ الفاتحة، أنا أصلا ما أعرف الفاتحة حق شنو. أنا كنت فكرتهم راح يحطوا الأكل، من وقتها أنا كنت أحب الأكل، قلت يمكن بيقروا لي الفاتحة عشان راح ينحط الأكل أو شيء احتراما للطعام. لا مو محسوبة، عشان النية ما كانت صراحة. أنا نيتي أصلا ما كانت عندي نية. أنا وقتها أصلا كنت صغيرة على إني تكون عندي أي نية، والله العظيم. المهم لقيت نفسي تورط. بعدين لما قال لي بابا، لأني أنا كنت أخاف من بابا، والله كنت زمان مرة أخاف من بابا. هلا خلاص كبرت ما أخاف من بابا يخاف مني. أيوة، المهم كنت أخاف من بابا، فقال لي قلت له أبشر أوكي فتعرف. بعدين أنا سويت اللي علي وعملت له بلوك. الزواج هو العقد. لا أنا سألتكم عشان إذا كانت محسوبة علي بروح أقول له ترى تزوجتني، عشان حاليا أنا تورطت. أيوة تورطت وطفشت لحالي صراحة. أروح أقول له ترى أنت متزوج، أحمل مسؤوليتي، ترى أنا طفل. إيش تحمست. أو أشيل البلوك. أقول له معلش الوقت كنت صغيرة ما أفهم، الحين صرت أفهم. وقتها ما كنت أقدر. والله شكلي وقتها كنت تسرعت. أقول له معلش أخوي تسرعت. ترى عقل الطفولة ترى يقول لك أشياء غلط. أيوة وأنا حاليا يعني جيت معتذرة. وتعرف الحق الآن أبويا يتصل علي يقول لي جاك عريس. ما أعرف في بنات لسه والله في أهل لسه مآمنين إنه يتزوجك كذا من الصالون. تعال بنتك ما شفتها بس بيتزوجها. تخيل وقتها أنا لما يخطبوني والله أنا ما عندي لا انستغرام، ما أعرف وين يشوفوني، قسم بالله. حتى أبويا إذا بتروحوا بيتنا ترى في شباكات ما يخلينا حتى نطل من الشباك. والله العظيم ما أعرف من وين يشوفونا. سبحان الله، جيبي تسوي في فعاليات تيك توكية. والله قلت أنا اللي أسوي محتوى صراحة خلص عندي، أبي أسوي محتوى قبل زوجي قرة عيني. قولي لا احكينا مواقف صارت لك بالمدرسة. والله كثير مواقف صارت لك بالمدرسة، وفي مواقف صراحة